السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم جبريل كروشي المتنوعة بما فيها الأعمال اليدوية والطبخ. واليوم نهار جديد وفلوق جديد، وكنتمنى في جميع الأحوال يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. الدرس ديالنا ديال اليوم وهو واحد الزواقة ديال الأكمام. بالنسبه لهذاك القفطان اللي بارطاجيت معكم جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول والجزء الثاني، ودابا غادي نبارطاجي معكم الجزء الاول ديال الاكمام. مازال هذا غير الجزء الاول، راه باقا الزواقه عندنا كبيره، غتكون عريضه، يمكن لكم تزيدوا فيها كما بغيتوا. انتم غادي نصور معكم وغادي نتفاهموا مزيان. هذا غير الجزء الاول كيجي على هذا الشكل هذا. ونبداو على بركة الله. عندنا الحرير مبروم على 4 ديال الشعرات، عندنا الكروشي نمرة 11، وعندي المقص وعندي الإبرة باش نفيني الخيط. ونبداو على بركة الله. حنا هذا هو الفاس الثالث، هو هذا وهذا. فاش بديت انا غادي ندير فيها جوج ديال الالوان باذن الله، ان شاء الله غندير فيها جوج ديال الالوان كتجي زوينه، حيت اصلا انا القفطان خدمته بجوج ديال الالوان. غادي نبداو عقده البدايه هي الاولى، وغادي نديرو 6 ديال السلاسل. السلسله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه والسادسه. هاهي كتبان لكم. غادي نجي اول سلسله هي هذه. شوفوا مزيان كيفاش كنخدم انا باش تجيكم خدمه سهله. وغادي نزير هذا وغادي نخدم غرزه حشو. هاهي هاد الدائره اللي انا كونت هنا هي اللي غنبدا نخدم فيها. غادي ندير واحد الارتفاع ديال 3 سلسله، جوج، 3. انتبهوا مزيان في هاد الحلقه هذه او الدائره. ها هي غادا نخدم 5 ديال الاعمده. انتبهوا مزيان، انا راه ما حسبتش 3 ديال الارتفاع. ها العمود الاول والارتفاع ديال 3 سلسله ما حسبتوش. ها العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس. هو هذا. انا كملت هنا 5 ديال الاعمده، هما زائد 3 ديال الارتفاع، هي 6 ديال الاعمده اللي عندي هنايا في هاد الدائره هذه. وغادي ندير 3 سلسله. انتبهوا مزيان، هاد 3 سلسله هي اللي غنبقاو نخدموا فيها. ها هي اللي كتعطينا هاد الشكل هذا. شفتوه؟ هي هذه. ها هي مزيان. انا راه باقا خدامه غير في الدائره. هاي غادي ندير تاني 5 ديال الاعمده، 5 ماشي 6، 5. العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع،
ثم العمود الخامس. هاهما دابا عندنا هنا كتولي على هاد الشكل هذا باش نزيرو هذا. شفتوها؟ هاهي. وغادي نقلب العمل، انتبهوا مزيان. انا هنا عندي 5 ديال الاعمده، دونك هنا انتبهوا مزيان غادي ندير 5 ديال غراز حشو. غادي نبدا باول عمود، ها هو عفوا اول حاجه غنديروا سلسله. ها هي انتبهوا مزيان، انا درت سلسله وغادي نجي لاول عمود وغادي نخدم فيه غرزه حشو. ثاني عمود غرزه حشو. ثالث عمود غرزه حشو. رابع عمود غرزه حشو. وخامس عمود غرزة حشو. عندي 5 الأعمدة، عندي 5 ديال غراز حشو. وغادي نزيد السادسة غنديرها الوسط هنايا، وسط هاد الثلاثة سلسلة ديال الارتفاع غادي ندير فيهم غرزة حشو. وغادي نرتفع ب3 ديال السلاسل. انتبهوا مزيان كما قلت لكم، راه هاد 3 ديال السلاسل هما اللي غنبقاو نخدموا فيهم. وغادي نجي هنا وغادي نخدم 5 ديال الأعمدة. انتبهوا مزيان، راه ما حسبتش 3 ديال الارتفاع. ها العمود الثاني ب3 ديال الارتفاع كتولي عندنا 6، غير في جهه والجهه الاخرى كيكونوا 5 باش تفهموا مزيان. غتقولوا علاش هنا دارت 6 وهنا كدير 5؟ حيت الزواقه ديالنا هكا باش حنا كيسهل علينا باش كنرجعوا هنايا بغراز حشو. ها 4 ها 5. هنا عندي 5 ديال الأعمدة زائد 3 ديال الارتفاع. وغادي ندير تاني 3 ديال السلاسل. انتبهوا مزيان، ها هما. دائما كنكون داك الفراغ باش كنخدم فيه. هما ديما اللي كنخدموا فيهم دابا، شفتوهم هما اللي كيبقاو الوسط. غادي ندير هنا 5 ديال الأعمدة. انتبهوا مزيان، غادي ندير 5 ديال الأعمدة. دابا عندي 3. العمود الرابع، العمود الخامس، وغادي ندير سلسله. دابا هنا عندي 5 ديال الاعمده زائد 3 ديال الارتفاع. هنا عندي غير 5 ديال الاعمده ودرت سلسله وغادي نقلب العمل. انتبهوا مزيان، وغادي نجي لاول عمود هو هذا وغادي نخدم فيه غرزه حشو. وغادي نكمل هاد 5 الأعمدة ب5 ديال الغراز حشو. نتمنى الشرح يكون واضح. ها غراز حشو في العمود الأخير، وكنجي هنا لهاد 3 سلسلة وكندير غرزة حشو هي 6. وكنرتفع، هانتوما كنرتفع ب3 ديال السلاسل. هما باش كنبدا ندير الأعمدة هنايا هما اللي كيعطيوني الارتفاع. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، ثم العمود الخامس. 3 ديال الارتفاع وكنرجع لنفس الفراغ ها هو. وغادي ندير العمود الأول، ثم العمود الثاني، ثم العمود الثالث، ثم العمود الرابع،
ثم العمود الخامس سلسلة، ها هي. وغادي نقلب العمل هكا، وغادي نجي لأول عمود، أول عمود ها هو، وغادي نخدم فيه غرزة حشو، تاني عمود غرزة حشو، تالت عمود غرزة حشو، رابع عمود غرزة حشو، خامس عمود غرزة حشو، وفي هذا الفراغ كندير غرزة حشو وسط هذوك 3 ديال السلاسل هي 6، وكنرتفع ب3 سلسلة. ها علاش هاد الجهة كندير فيها 6، لأن ما يمكنش ليا نخدم العمود بلا ما ندير الارتفاع. هذا علاش كندير هنا باش كنبدا، والجهة الأخرى كتكون مزيانة ما كنديرش فيها، كندير فيها غير الأعمدة. ها العمود الأول، ها العمود الثاني، أنا راه كنوضح لكم كل شيء. ها العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس. ثلاثة سلسلة، ونرجع لنفس الفراغ اللي خدمت فيه العمود الأول، ثم العمود الثاني، ثم العمود الثالث والرابع والخامس. العملية سهلة هادي، راه يمكن لك تصايبيها في نفس النهار وكتجي زوينة. وكنرتفع بسلسلة وكنقلب العمل كما العادة، وكنخدم هنا في أول عمود كنخدم غرزة حشو، تاني عمود غرزة حشو، تالت عمود غرزة حشو، رابع عمود غرزة حشو، خامس عمود غرزة حشو، وغرزة حشو في الفراغ ديال 3 سلسلة. بون غادي نوقف معكم هنايا، كتمشي العملية هاكا حتى كنوصلوا للقياس اللي حنا بغينا. انا هنا هذا هو الكم ديالي، من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نتسدوه. هذا هو الكم، قياس العبار ديال الكم اللي عندي. هذا الجزء الاول، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، زوينه وكتطلع في نفس النهار بالنسبه للمبتدئات، اخوات المبتدئات. وإلا عجبكم الفيديو ديالي بارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء، واللي ما مشاركش في القناه يشارك ويدير تفعيل الجرس فضلا وليس امرا، وانما للتشجيع فقط. وكنشكر جميع المتتبعين ديولي بما فيهم القدام والجداد، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف على التعاليق وعلى البارطاج وعلى المشاركه. وكنشكر جميع الاخوان والاخوات بما فيهم داخل الوطن وخارج الوطن، وكنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ونهاركم مبروك.